احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه تملي كده يا رب. النهارده هنتكلم عن ماتش نادي الزمالك وفيوتشر اللي انتهى مصلحه نادي الزمالك بالمكسب 3-2، وهنقول كل التفاصيل، فخليك معانا لغايه النهايه ويلا بينا على الفيديو. احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير. زي ما قلنا كده في المقدمه، النهارده هنتكلم عن ماتش نادي الزمالك ونادي فيوتشر اللي انتهى مصلحه نادي الزمالك بالمكسب 3-2 على فيوتشر. بس قبل اي حاجه زي ما اتعودنا نصلي على سيدنا محمد، وبعد الصلاة على سيدنا محمد هنقول كل حاجة، فخليك معانا لغاية النهاية إن شاء الله تطلع من الفيديو مستفاد بمعلومات كافية. النهارده كده بدأ نادي الزمالك بتشكيلة مختلفة جدا. شفنا أحمد فتوح، شفنا شيكابالا، شفنا عمر جابر، شفنا لعيبة كتير قوي كانت مريحة، كتير قوي من اللعيبة الأساسية، لقينا بادئ بلعيبة مختلفة شوية. أكتر تبديلة كانت غريبة بالنسبة لي تبديلة أحمد فتوح، إن هو يقعد بره من أول الشوط. شفنا الماتش شوط اولاني، هنمسك شوط اولاني نمسك حاجه حاجه، وبعد كده نخش الشوط الثاني ونمسك حاجه حاجه. شوط اولاني خليني كده اقول لك ايه اللي حصل. شوط اولاني شفنا جول لفيوتشر من ناصر ماهر ولا ايه، ناصر ماهر في الدقيقه الرابعه على طول. نادي فيوتشر كان بادئ بشكل هايل، ضغط نازل اللي هو انا بلا رحمه ومش هرحم حد ومش شايف حد قدامي. ده كلام عن نادي فيوتشر. نزل في الدقيقه الرابعه ناصر ماهر طق رزع اول جون في نادي الزمالك. الجون ده جه ازاي ومين غلطت في الجون؟ الجون اتعمل عرضيه من بره خط ال 18، من بره من عند ناحيه الجناح من باك بتاع فيوتشر. كرة عدت من المسلوسي ثم راحت لناصر ماهر. ناصر ماهر شاطها دخل الجون. ناصر ماهر شاطها ازاي؟ شاطها في النص بالظبط، في نص المرمى. اللي هو اي حارس لو نزل على نص ركبه كده وعمل ايده كده هياخد الكرة في ايده. لا محمد صبحي نزل عامل لك كده، يا رب تكونوا شايفين ايديا عامله ازاي، عامل لها كده خلى الكرة راحت دخلت في مرماه. فالجول الاولاني هو ولا تكتيك ولا اي حاجه، هو الجول الاولاني كان نادي الزمالك عامله كده لنادي فيوتشر، خد هات اول جون بسبب اللعيبه اللي كانت موجوده. غلطه من مسلوسي، غلطه ما اظنش مسلوسي غلطها قبل كده بس هنعديها له. وصبحي اللي مستواه مش فاهم له مستوى بصراحه. محمد صبحي عموما مش فاهم له مستوى والله. يعني اعتبر الجون مش جون تكتيك من فيوتشر، لا هو الجون ضغط، بس اللي غلطانين في الجون خط الدفاع اللي هو المسلوسي وحارس المرمى. والغلط الاكبر عند حارس المرمى اللي هو كان صبحي، وغلط المسلوسي. ده اول جون لنادي فيوتشر. تمام، اول جون خلينا مسكينه وتكتيكناه. الجون ما كانش تكتيك عالي او من فيوتشر، لا الجون كان غلط من اللعيبه بتاعت نادي الزمالك اللي هو كان المسلوسي والحارس صبحي. الجون التاني لفيوتشر كان في الدقيقه 24. الجون ده كنا شفناه من احمد عاطف راس الحربه. احمد عاطف اللي انا بجد شايفه هو مهاجم عالمي بكواليتي عالمي. احمد عاطف للعموم انا اتمنى انه ينضم لنادي الزمالك في اي فتره من الاوقات يعني. الجون ده كان السبب بيه برضه خط الدفاع. الخط الدفاع النهارده بتاع الاساسا كان ضايع 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 ضايع. كلمة ضايع دي قليلة على خط الدفاع بتاعك النهارده. خط دفاع الزمالك النهارده كان في أسوأ حالاته. خط الدفاع كان أي خط دفاع في الدوري أحسن منك. خط دفاع راس حدود اللي هبطت أحسن منك. في الماتش ده خط دفاع نادي الزمالك كان في الباي باي. مسلوسي كان مستواه نازل. محمد عبد الغني مستواه يعني لو الماتش اللي فات كان فيه مستوى حتى لو بنسبة 100%، الماتش ده سالب سالب واحد. الماتش ده عبد الغني كان في الضياع. الزرناري يعني كان في زقه بسيطه من الزنان، بس ده مش اللي هو اقول لك مستوى لا كان حلو، لا هو مقبول. كان في لمحه كده من الزرناري. فالجون الثاني شفناه كان خطا من خط الدفاع ودخل في صبحي. وبرده للعلم صبحي برده ممكن اقول غلطان في الجون ده. ليه؟ ان انت احمد عاطف رايح عليك بالجنب. يعني احمد عاطف راح جاب الكوره ازاي؟ قطعها وجري بالجنب وراح شاطها. وهو بيجري بالجنب مش جالك بالوش. انت كان عندك تصدي احسن من كده. انت رحت له فتح رجلك حطها لك برجلك يا صبحي بس. او لا فتح رجلك طب خد يا صبحي. انت كنت ممكن تروح احسن بطريقه احسن من ده صبحي يعني. برضو انا شايل لك الذنب مع خط الدفاع. بس في الجول الثاني انت الجول الاولاني كان الغلط عندك انت اكبر، ان انت صديت غلط. بس في الجول الثاني الغلط الاكبر على الدفاع مش عليك يا صبحي. بعد كده شفنا بقى الزمالك اتعادل في الشوط الاول.
جاب جونين تعادل بيهم في الشوط الاول. تقول لي طب ايه ده يا عم، انت عمال تقول الزمالك كان الشوط الاول مستواه وحش، والعلم مستوى الزمالك كان الشوط الاولاني ما جاش، كان اتوبيس الزمالك لسه ما وصلش. هتقول لي يا عم طب ازاي انت عمال تقول كده ومش عارف ايه وازاي ومش عارف ايه والكلام ده. اقول لك فيوتشر من ساعه ما سجل الهدف الثاني فيوتشر عمل ايه بقى؟ حس ان هو ضمن الماتش. فيوتشر حس ان هو ضمن الماتش بمستوى الزمالك، يعني مستوى الزمالك حسسه كده. راح فيوتشر بدا ايه؟ يرجعوا يمرقصوا، يرجعوا يقف ورا عند خط الوسط، يستحوذ على الكره ويبازي، بس ما بقاش عامل خطوره وضغط جامد على نادي الزمالك زي ما كان بادئ الشوط في الاول خالص. يعني زي ما بادئ كان في الدقيقه الرابعه والكلام ده كان بادئ ضاغط جدا، ولغايه ما جاب الجون الثاني كان ضاغط. بعد ما جاب الجون الثاني راح مريح، راح مريح. انت تريح قصاد زيزو؟ زيزو هيسيبك يعني انت ما تريح؟ لا، زيزو لبها لك، زيزو وناصر منسي لبوها اداها لك. شفنا كرة من رؤى ده لزيزو، زيزو من بره خط ال 18 من بعيد، ارزع يا زيزو، ارزع يا زيزو. في الدقيقة 46 زيزو رزع الجون وبقت النتيجة 2-1. انا الجون مش هتكلم فيه كتير عشان احنا ما عملناش تكتيك، احنا كان مستوانا زي الزفت، بس هم عشان رجعوا فيوشا اتراجع لخط وسطه، راح الزمالك عرف يمسك الكوره بقى. هم لو كانوا فضلوا مستمرين بالضغط الزمالك كانش عارف يتعادل في الشوط الاولاني اساسا. شفنا الجون بتاع زيزو في الدقيقه 46 من بره خط ال 18. بعد كده شفنا جون بقى للزمالك في نهايه الماتش. هو الحكم كان مدي 5 دقايق، هي في اخر كوره في الماتش من الركنيه زيزو يرفع، ناصر منسي سجل الهدف. ناصر منسي اللي انا براهن عليه هو هيكون من افضل مهاجمين نادي الزمالك، بس يا رب يستمر وما يرحلش عن نادي الزمالك. وراس الحربه ده ناصر منسي بجد راس حربه عالمي، والله جامد جدا ناصر منسي، وانا براهن على ناصر منسي يا جدعان. وشفنا ناصر منسي سجل الجون في الدقيقه 50. بعد كده شفنا بقى ايه، الشوط الثاني بدا، واحيي اسوريو ان هو ما صممش على ان هو يبدا بنفس النظام، لا غير، واحييه على كده. بدا بشيكابالا، نزل شيكابالا مكان السيسي، ونزل فتوح مكان الجزيري، ونزل عمر الجابر مكان رؤى. 3 تبديلات في اول الماتش هم سر نجاح الماتش، هم مكسب الماتش. شيكابالا العالمي على فتوح العالمي على عمر جابر الجيد، بجد قدم مستوى جيد. شفنا ان هو بيعرف يجري، والله اكتشفت ان هو بيعرف يجري. ده كان في الاول كان بطه مع فيريرا، كان بطه مع جدي وجد العالم كله فيريرا، كان عمر جابر كان بطه، لا بس طلع بيعرف يجري، لا بيعرف يجري والله. فشفنا مستوى حلو كان من عمر جابر. فالتبديلات دي هي بقى اللي ادت نادي الزمالك المكسب. خليني بس اقول لك جون الزمالك، بعد كده اقول لك النظام بقى والتكتيك حصل ايه بقى. شفنا جون للزمالك من زيزو في الدقيقة 53 زيزو رزع جون عالمي بالفاول، عالمي من زيزو فاول. زيزو ما عندوش زيزو مش عارف يعيش ازاي والله. زيزو جاب جون عالمي من فاول. وبعد كده شفنا برضه جون ضاع من شيكابالا في العارضة، شيكابالا العالمي. بعد كده شفنا نزول ايشو مكان ناصر منسي في الدقيقة 67. وبعد كده شفنا برضو نزول علي ياسر مكان زيزو في الدقيقة 80. وزيزو للعلم خرج مصاب، بس هقول لكم كل اخبار الزمالك بعد نزول الفيديو ده ان شاء الله عن طريق الشورتس. هنتكلم عن اخبار نادي الزمالك. انا لسه قعدت كده اكلمك على الشوط الثاني واللي حصل في الشوط الثاني. الشوط الثاني نادي الزمالك عدل، نزل هجوم، ظبط حياته. هتقول لي واقول لك للعلم خط الزمالك كان وسط كان ضايع، بس لما نزل الكلام ده كله الهجوم بقى قوي، فمبقاش الخصم اللي قدامك مبقاش قادر يوريك العيوب اللي عندك في خط الوسط. شفنا فتوح عمل اداء عالمي مع شيكابالا. الزمالك نزل الشوط الثاني هو اللي ضاغط، هو اللي عامل، هو اللي ماسك كوره، هو كل حاجه عايز تقولها في الزمالك كان هو اللي عاملها لغايه الدقيقه 70. من الدقيقه 70 فيوتشر رجع يستعيد نفسه تاني، بس نحمد ربنا انهم ما قدروش يسجلوا بقى الهدف، ما قدروش يسجلوا الهدف التعادل. من الدقيقه 70 الزمالك بدا يتراجع. اللي حصل اللي عمله فيوتشر في الشوط الاولاني نادي الزمالك عمله من الدقيقه 70، بس الحمد لله نادي الزمالك قدر يحافظ على المكسب. ده اللي كان الفرق بين نادي الزمالك ونادي فيوتشر ما قدرش يحافظ على المكسب لوحده. لا، الزمالك قدر التراجع من الدقيقه 70 خط وسطه، بس قدر يحافظ على المكسب. ده كل حاجه عن نادي الزمالك خلال الماتش دوت، وكل النظام اللي حصل. وفي التكتيك عموما في الماتش ده شفنا برضو نقطه لا مركزيه، بس ما كانتش زي ماتش مقاولين العرب، كان لعيبه بتثبت شويه في ارض الملعب. وبس قلنا كل حاجه حصلت في الماتش، والحمد لله على مكسب نادي الزمالك. كده لو كسب اخر ماتشين ليه في الدوري يضمن المركز الثالث وبس. في نهايه الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا سلام.